فوقت الشباب هو وقت القربة إلى الله تبارك وتعالى، فلذلك الله تبارك وتعالى تيكافئ هذا الشاب هذا اللي تيفني هذا الوقت اللي هو زهرة العمر، اللي الآن التركيز عليها من أهل الباطل. عيش حياتك، دوز وقتك حتى أنت راك مازال صغير. التركيز على سهم من سهام إبليس باش يمر عليك ذاك الوقت اللي هو أنفس الأوقات يمشي عليك سبهلله. لا، هذا الوقت هذا خصو في طاعة الله تبارك وتعالى. فكافأ الله تبارك وتعالى هذاك العبد اللي هذه الصبوة ديال الشباب، والناس فين صارفينها وفين صارفين هذه الأوقات، من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله. راه ما سهلش هذه. شاب عنده الصبوة ديال الشباب وعنده الداعي ديال الشهوة والدعوة ديال الفساد، والباب مفتوح على مصراعيه، بل التيسير في أسباب ديال الفساد، لكنه تلزم هذه النفس هذه يقول لها لا، هذه الطريق المحرمات، هذه طريق تغضب الله تبارك وتعالى، أنا لزم طاعة الله تبارك وتعالى، لزم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فتيكون إذا لزم هذه النفس بطاعة الله عز وجل تكون من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، فتيكافئ الله تبارك وتعالى.